السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم اكله جميله جدا، هعمل معاكم بسارية، وكمان هعمل معاكم صينيه البطاطس في الفرن تحفه جدا جدا. اتمنى وصفه النهارده تعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها في الكومنتات. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف وصفتنا عباره عن ايه. اول حاجه هنا انا معايا بسارية، طبعا بسارية جميله جدا ومفيده، فيها اوميجا 3 ومفيده جدا وكمان رخيصه جدا، يعني دي اكله اقتصاديه. حطيت عليها معلقه توم، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود وكمون وشطة وليمون. البسارية جميلة جدا وفوائدها جميلة جدا، يعني اوميجا 3 وكالسيوم يعني فوائدها كتيرة. وطبعا احنا هنا في اسكندرية بنعشقوا حاجة اسمها بسارية، يعني ممكن تتعمل كده مقلية وممكن كمان تخليها وتعمليها طاجين في الفرن، يعني جميلة جدا. وزي ما قلت لك طبعا هي اكله اقتصاديه وحلوه، ويعني تنفع كمان ايام الغلاء اللي احنا فيه ده، يعني ربنا يرحمنا برحمته يا رب. اكله جميله ولذيذه، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها. وانا هنا بقى ايه، بعد ما تبلتها سبتها في التتبيله لمده ساعه عشان تاخد من طعم التتبيله، وبعد كده حطيت كل البسارية في الدقيق، غلفت البسارية كلها بالدقيق، وبعد كده هقليها. معايا بقى هنا زيت سخن، ونزلت على الزيت بالبسارية، وعقبال بقى ما البسارية تاخد لون من تحت هقلبها، يعني ما تحركيش فيها كتير عشان ما تتفكش منك. وكانت هنا بتاخد لون من تحت وبقلبها. وهنا البسارية كانت اخدت لون وبقى لونها ذهبي وجميل جدا. طلعتها بقى بالمصفى، وهحط بقى بقية الكمية وهكمل انا بقى الباقي مع نفسي. وده الشكل النهائي للبسارية، جميلة جدا. طبعا رشيت عليها ملح وكمون وشطة، وجميلة جدا. طبعا بقى تاكل جنبها سلطة وعيش وبطاطس اللي تحبيه. وهنا بقى بعمل بطاطس، حطيت فصين توم ومعاهم كام عود كده من البقدونس، ونص معلقة هريسة شطة وشوية ملح وشوية فلفل اسود. ودقيت بقى كل الحاجات دي مع بعض. بجد صينية البطاطس دي تحفة جدا، اتمنى تجربوها. طبعا احنا عارفين بقى الزيت غالي وكده، فبدل ما نحمر البطاطس هنعمل الطريقة دي. والبطاطس هنا انا كنت مقطعاها صوابع. انا جوزي قاعد يقول لي اعملي لنا الطريقة دي حلوة قوي، عشان كانت حماتي على طول بتعملها له، فهو حاببها. فانا حطيت بقى الخلطة اللي انا عملتها دي ومعاهم كمان شوية زيت، وقلبت بقى كل الحاجات مع بعضها ودخلتها الفرن بقى من فوق وتحت، وطلعت احلى صينيه بطاطس، بجد تحفه جدا وطعمها حلو. جربيها مش هتندمي باذن الله، تحفه جدا. وده كان الشكل النهائي. اتمنى تعجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل فيديو جديد، ومع السلامه.